يا اخواتي. انا دلوقتي كنت بلعب ماتش بصراحه، ماتش جميل جدا. تخيلوا دي امكانيات لعيبه يا جماعه بصراحه. ما بقولش ان انا لعيب جامد، تمام؟ ده التصميم عندي، ده لعيب الكوره بصراحه. يعني الناس اللي بتعمل فيديوهات تبقى بتلعب مثلا على اكس بوكس او على كمبيوتر، وما تجيش بقى تقول لك ايه انا هعمل فيديو عن بيس موبايل. بيس موبايل دي يبقى انت المفروض معلش يعني تلعب بايديك، ومش فكرة بتلعب بايديك يعني ان انت بتسيب الكمبيوتر هو اللي بيلعب لوحده، لا لا، العب زينا كده بالموبايل. خد بالك ما تعملش فيها ايور، تبقى انت قاعد مثلا بتلعب بدراعات امكانيات البي سي او بالمعنى الصح امكانيات الكمبيوتر غير امكانيات التليفون، وتيجي تقول انا هوصلك لديفيجن 1 ومعايا خطه جامده. يا عم الحاج حرام عليكم، بطلوا تشتغلوا الناس. يعني الفيديو اللي انا عامله ده بصراحه يعني عشان اثبت لكل واحد بيقول لك انا بوصل لديفيجن 1 ان هو عالمي يعني. لا لا لا، انت تعبان اخر حاجه. لو بتلعب بموبايل زي كده هتبقى حصاله زي ايه، زي نادي في مصر الناس كلها عارفاه، فاهم؟ بصراحه الخصم اللي قصادي ده البوينت بتاعه 3024، انا البوينت بتاعي مش هيكمل 2500. معاكم انا للفيديو لحد الاخر وافرجكم على البوينت بتاعي. انا بصراحه ما عرفتش اسجل الماتش من لسه جايب البرنامج، تمام؟ ده الماتش ودي الاحصائيه بتاعت الماتش، رغم ان هو اتعادل معايا. بصراحه هو لعيب، بصراحه لعيب وانا على قد، بس سبحان الله انا كسبته ازاي؟ ده توفيق وعدم توفيق بس، مش اكتر ولا اقل. فهمتوا يا باشوات اللي بتعملوا فيديوهات؟ معلش انا طولت عليكم. نرجع بقى لايه، الفريق اللي انا لسه مخلص معاه هوريه لكم واديكم معايا على التليفون. يعني بصوا لعيبتي كلها بعليها عشان ما معايش ايه بتوع التطوير، واخدين بالكم؟ يعني انا لسه نوب، لسه مبتدئ معايا. اتفرجوا يا جماعه، اتفرجتوا على الفيديوهات دي، انا المغلوب كل الحاجات دي، مغلوب اهو، تمام؟ اخر ماتشين دولت اتعادلت فيهم بالفريق دوت سان لوريزو، ده واحد من ضمن الناس اتفرجوا عليه. يمكن انا بكذب، هو 2822. الفريق اللي انا لسه برضو متعادل معاه اتفرجوا عليه 2323. اتفرجكم انا بقى على فريق الجامد ماشي 2476. اتفرجوا على اللعيبه اللي معايا. بصوا مين معايا بقى في خط الظهر زي ما انتم شايفين كده، لوبوكا، وايت، البرت فرير، إلما، كامافينجا، اولسي، بليجريني، موسالا، جمال موسالا، جريزمان، إيزاك. ده كل الفيديو بصراحة، مش عارف اقول لكم حاجة تاني. انما يا جماعة اللي يعمل فيديو يعمل فيديو بضمير ويتكلم بضمير، مش عايز اقول حاجة تاني. تعبتوني بصراحة. مع السلامة يا اخواتي.